السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخوتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي على الحبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. تعالى نتكلم كده. شفنا مباراة الاهلي والهلال السوداني واتكلمنا عنها وادينا تقييماتنا للعيبه، وشفنا الاداء الكارثي من اللعيبه ومن المدرب اللي بيعمل تشكيل كارثي، وبيعمل خطط في الملعب كارثيه، وبيوظف لعيبه بطريقه مستفزه. فكل الكلام ده شفناه وكل الكلام ده اتكلمنا عليه، وتصريحاته المستفزه بعد المباراه في المؤتمر الصحفي اللي بيعمله بطريقه غريبه وعجيبه. مش عارف مارسيل كولر عايز يوصل لايه. مارسيل كولر تقريبا هو مستواه كده، هو بيقول لكم حتى لو بيخسر هيقول لك احنا عملنا اللي علينا. بيطلع في المؤتمر الصحفي يقول لك احنا عملنا اللي علينا وادينا عملنا اللي علينا. يعني هو انت لوحدك بس اللي شايف ان انت اللي عملت اللي عليك، واحنا شايفين حاجه تانية باداء كارثي وبطريقه كارثيه وباداء مستفز واداء يحرق الدم. فانا مش فاهم، هل انت لوحدك بس اللي شايف ان انت اللي عملت اداء؟ غير كل ده الموجه بقى الاعلاميه اللي بعديها، رحيل مارسيل كولر، اقتراب رحيل مارسيل كولر، بديل مارسيل كولر، مش عارف ايه مارسيل كولر. هو في يا جماعه بجد؟ هو في انتوا عايزين توصلوا ليه يعني؟ هو احنا اهم حاجه ندوره لكولر اللي هيمشي هنجيب له البديل. طب ما تصلحوا من جوه الاول، ما تصلحوا. شوفوا الاخطاء الكارثيه فين، شوفوا اللعيبه اللي بتنزل برعونه ايه سببها، شوف المدير الفني اللي مش قادر خلاص، هتحس ان هو خلاص يعني الدوافع اللي عنده خلاص خلصت. اللعيبه نفس الكلام، الدوافع اللي عندها خلاص مش موجوده. بتشوفوا المشكله فين؟ انتوا رايحين عمالين تصطادوا في الماء العكره وساب ان يعني مستوى هزيل بيقدمه مارسيل كولر في الفتره الاخيره. مارسيل كولر يعني من فتره هنقول لك اللي هو كان لازم يمشي، لكن احنا دلوقتي طالعين نتصيد بقى، طالعين نصطاد، طالعين نتكلم، طالعين ناخد بالنا ان مارسيل كولر لازم في الوقت الحالي يمشي، ان مارسيل كولر لازم في الوقت الحالي يفلق. طب احنا فين من بدري؟ احنا فين من بدري؟ اداء كارثي، بيقدم مستويات يعني غريبه، تشكيل تحس ان هو بيعاند بيه الجمهور. مش عارف، انا مش عارف احنا فين الحلول؟ احنا فين الحلول من المواضيع دي كلها؟ فين مجلس اداره النادي الاهلي من المواضيع دي كلها؟ يعني ايه اللي احنا اللي هنكسبوه؟ وفي الاخر يقول لك اصل التكتيك والخطط واللي مش عارفه نوقفوا اللعيبه ازاي. يا جماعه احنا بنتكلموا كوره، احنا عايزين نتفرج على كوره، احنا عايزين نستمتع بالكوره. خلاص ايه، الكوره عندنا انتهت حرفيا، ما بقاش في كوره. لعيبه مش عايزه تلعب، لعيبه بتاخد مرتباتها ومش فارقه معاها، لعيبه بتقبض بالملايين، مش مستنيه انك تتكلم على مين انت عشان تقيمها ولا تقول لها. لكن احنا كجمهور احنا اللي بيتحرق دمنا. انت المشاهد والمتابع واللي بتتمرمط ورا فرقتك، انت اللي يعني متهان حرفيا، وتعب نفسك وتعب اعصابك وتعب دماغك. لكن هو مش فارق معاه، كسب خسر مش مهم. هيمشي من النادي الاهلي هيروح فرقه غيره وهياخد 2 مليون و2 مليون دولار ومش فارقه. بس مش هبقى مضغوط. هتمشيني؟ طب بالسلامه، مشيني يا عم، انا عايز امشي. حتى في النادي الاهلي هكون مضغوط، لكن خارج النادي الاهلي مش هبقى مضغوط. وحط كده بقى على كل اللعيبه، او على 3/4 او فئه كبيره من اللعيبه كده. خلاص انا مش فارق معايا الجمهور، مش فارق معايا اللي بيقعد في المدرج ده. وتحس كمان ان اللعيبه الجماهير، حتى في جماهير بتروح المدرج، الشغف اللي عند الجماهير ما بقاش موجود. ف اللي حتى المتعه، حتى تعالى بص كمان على منتخب مصر، تعالى بص كمان بقى على الزمالك الناحيه التانيه اللي راح امبارح وعمل فضيحه، جماهيره عملت فضيحه كارثيه. تعال بص بقى على الناحيه التانيه خالص، بيراميدز اللي كان عنده الجيش الملكي وكان قدامه فريق الجيش الملكي وما دخلش جمهوره، اداره ان بيراميدز. فمش عارف، انا مش عارف الحاجات دي كلها ايه المستفيد. انت مش عايز تدخل الجمهور عشان خايف الجمهور يضغطك، جمهور الجيش الملكي، فتكسب بالظلم وعدم تكافؤ الفرص اللي انت بتطلع تنابح وتنابح وتقول يا اخوانا احنا عايزين مبدأ تكافؤ الفرص عشان نعرف نلعبه في وسط المنظومه الفاسده دي.
فبالتالي بتبص كل الفرق مفيش، هما مش بيلعبوا كوره، هما بيبصوا اهم حاجه نبوظوا الخوارق كلها، وبعد كده اخر حاجه خالص نفكروا فيها واخر حاجه خالص نبداوا ندوروا عليها هي كره القدم. فاحنا مش عارفين المستويات اللي احنا فيها دي هنفضلوا فيها لحد امتى. نتمنى التعديل، نتمنى مجلس اداره النادي الاهلي يشوف لنا حل. احنا عايزين نتفرج على كوره بقى، عايزين نتفرج على كده، عايزين نستمتع بقى بالكوره. مش عارف الدنيا رايحه بينا على فين، وادينا منتظرين الفرج. سلام.